بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. ورجعنا لكم تاني من جديد بفيديو جديد، وهنتعلم حاجة جديدة النهاردة إن شاء الله في الغسالة اليونيفرسال الفوق أوتوماتيك اللي قدام حضراتكم دي. أنا طبعا مدي الغسالة برنامج عصر. فنشوف يا جماعة اللفة ضعيفة جدا جدا في مرحلة العصر. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده لمبة العصر هي اللي منورة، ولكن الغسالة بتلف ضعيف او بطيء جدا جدا في مرحلة العصر، وبالتالي ان هي مش هتنشف معانا. او في مرحلة الغسيل برضو الهدوم او المروحة مش هتلف معانا بشكل كويس. فان شاء الله باذن الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي نحل المشكله دي، ونعرف المشكله من ايه لو واجهتنا او قابلتنا مشكله زي دي. ولكن في البدايه رجاء حضراتكم يا ريت تتفاعلوا مع القناه وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمه ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه، ده شكل السير من الاسفل. هو ده سبب المشكلة، وهو ده اللي عامل عملية البطء في لف الحلة أثناء مرحلة العصر أو في مرحلة الغسيل. زي ما حضراتكم شايفين كده السير متهالك ومتآكل تماما، وطبعا واسع جدا جدا. فبالتالي الموتور لما يجي يلف طبعا هيلف السير هيلف على الفاضي، مش هيسحب ولا هيقدر يلف الجيربوكس بالعزم المطلوب. طبعا احنا هنغير السير، وهنجرب مع حضراتكم دلوقتي ونشوف قوة اللفة أثناء مرحلة الغسيل أو مرحلة العصر. وأنا طبعا كنت بجرب لكم الغسالة وهي فاضية من غير هدوم، مش قادرة أساسا تلف. ولكن دلوقتي بعد ما نغير السير هنجرب بحمل ونشوف قوة اللفة في مرحلة الغسيل اليمين والشمال، وهنشوف برضو مرحلة العصر. ده طبعا بعد ما غيرنا السير الجديد اللي قدام حضراتكم ده يا جماعة. طبعا الهدوم او الغسالة مش هتنضف معانا بشكل كويس طول ما السير زي ما حضراتكم كده كنتوا شايفين. ودي طبعا بعد ما غيرنا السير. شوف قوة لفة المروحة في اليمين والشمال، حاجة يعني ما شاء الله. ده عطل يعني بسيط جدا جدا، ولكن حبيت انزله لكم علشان لو حضراتكم يعني حابين تشوفوا حل المشكلة دي بنفسكم. مشكلة سهلة وبسيطة جدا. وده طبعا لفة الحلة أثناء مرحلة العصر، بتلف سريعة جدا جدا بحمل. لو حضراتكم تفتكروا في أول الفيديو كان الموتور أو كان الحلة مش بتلف بالسرعة دي. ودي كانت حلقتنا النهاردة، أرجو إن هي تكون نالت إعجابكم، ويا ريت ما تنسوناش من صالح دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.